قشر اليوستفندي اوعي تاني ترميه، ده كنز مع شويه من برو الصابون المركون عندك في الحمام. وتعالى اقولك ازاي نعمل اللهلوبه، ازاي ترجعي حللك القديمه لفضه، الألمونيا هتبقى فضة. لا وكمان هقولك ازاي تعملي مكعبات الزفارة اللي هتقضي على زفارة الطيور. سمي الله، صلي على رسول الله، شجعيني بأجمل لايك، شاركي الفيديو لو عجبك مع أصحابك. معنا بقى بروة الصابونة اللي دايما تتبقى من الصابونة وتتزحلق مننا في كل حتة في الحمام. لا ده أنا عايزاها بقى دي، اوعي ترميها، جمعيها كده في كيس، كل ما يبقى عندك شوية برو حطيهم في كيس وتعالي بقى نعمل بيهم المعجون السحري ده. معايا بقى حلة كبيرة حطيت فيها شوية من المية، ومجمعة عندي قشر ليمون. كل ما تعصري ليمون جمعي لك شويه وحطي القشر في الفريزر. كمان بقى معانا ايه، قشر اليوستفندي، عشان ريحه المعجون ده تبقى زي العسل وتدي كده ايه ريحه ونظافه حلوه قوي. بصوا بقى هنغليهم كويس لغايه اما يستووا، انا عايزاهم يدوبوا تماما تماما. في الوقت ده بقى ايه، انا لبست البلانشه بتاعتي كيس عشان ايه ريحه الصابون ما تتركزش فيها. وده صابون بريحه، صابون الوش العادي بتاعنا بتاع الايد، اما بيبقى منه بروه عينيها، يعني ده صابون بريحه عادي جدا. هبتدي كده اقطعه لمكعبات صغيره عشان يدوب معايا سهل. هبتدي دلوقتي بقى ايه اجيب قشر اليوستفندي وقشر ايه الليمون. طبعا انا خدت الميه بس انا صفيته، بس القشر مش هرميه، هقولك هعمل بيه ايه دلوقتي. نزلت بقى بقطع الصابون اللي قطعته في الميه المركزه بتاعتهم دي، وعليهم ربع معلقه صغيره من ملح الليمون، مفيش ربع معلقه صغيره مفيش غيرها. رفعتهم تاني على النار لغايه بس كده ايه اما قطع الصابون تدوب تماما، خليكي في تقليب مستمر لغايه اما تدوب. دلوقتي بقى هحط ايه، كوبايه كامله من سائل المواعين، اي سائل مواعين بتستخدميه، كوبايه كده واحده بس على الكميه اللي معايا دي، حوالي نص لتر. وهجيب بقى اي علب فاضيه قديمه انا مش عايزاها لانها تتركن وتتبهدل، فيستحسن علب قديمه. خلاص وهحط فيها السائل واسيبها تبرد تماما. طبعا لما تبرد هتتصبن وتبقى ايه متماسكه جدا، وهوريها لك دلوقتي. بس تعالي نشوف هنعمل ايه بقشر اليوستفندي وقشر الليمون. طبعا مش هنرميه وخلاص استووا تماما. حطيت عليهم كده شويه من الملح مثلا 7 معالق، وهرستهم كويس قوي 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 وهم سخنين كده عشان يتهرسوا معاكي سهل. شايفين بقوا معجون ازاي؟ هجيب بقى اكياس، هفردهم كده في الاكياس، وبالسكينه ظهرها هبتدي اعمل مربعات. خدي بقى مربع وانت بتغسلي الطيور بتاعتك، الفراخ، حمام، بط، ده لو عرفنا نجيب يعني بط وحمام تغسلي بيها الطيور. عايزه اقول لك هتخلي الطيور معاكي فله وريحتهم كده حلاوه ونظافه، والله زي ما بقول لك كده هيمنع الزفاره تماما. دلوقتي بقى بتعملي ايه يا ام ريانه؟ خلاص سائل الصابون بتاعي اللهلوبه بتاعتي جمدت، باخد بقى بالسلك الالومنيوم وابتدي المع الحلل الالومنيوم. طبعا المعجون ده عشان اكون امينه وصريحه معاكي لتلميع الالومنيوم فقط لا غير، الاستانلس هيجيرها، جرانيت هيجيرها، وكده كده الالومنيا بس هي اللي بتحتاج ايه تتلمع كل شويه عشان بتطوس مننا. كمان بستخدمه بايه، بالسفنجه كده، بستخدمه في تلميع الازاز، 100 في الازاز، 100 في الالومنيوم. بصوا بيرجع الكاسات كريستال تاني، والله العظيم بيخليها تحفه. وبكده بقى مش هتبخلوا على مريانه باجمل لايك على معجون اللهلوبه الرهيب ده اللي بعمله من سنين. اتمنى تكون عجبتكم، بحبكم في الله. ما تنسوش تعملوا متابعه عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.